تتمحور السياحة دائما حول الشمس والبحر والرمال واستكشاف الطبيعة والتاريخ، ولكن هناك أيضا نوع آخر من السياحة، وهي السياحة المظلمة، وهي بعيدة كل البعد عن المتعة أو السعادة، ولكنها تتمحور حول استكشاف أماكن ما بشعة وخطيرة كالمشرحة. وقد انتشرت هذه الظاهرة الغريبة في القرن ال19، حيث غير العديد من الزوار الإنجليز إلى باريس خططهم، وبدلا من اكتشاف معالم باريس السياحية الشهيرة توجهوا مع الحشود لمشاهدة عرض الموتى في المشرحة. تقول تيريز راكونزولا في وصف هذه الظاهرة: المشرحة متاحة للجميع، الفقراء والأغنياء، فالباب مفتوح لكل من يرغب في الدخول، ولها معجبون يجوبون دروبها لمشاهدة الموت. عندما تكون اللوحات فارغة يشعر الزوار بخيبة الأمل، وعندما يكون هناك عرض للجثث يتزاحم الزوار ليقدموا مشاعر رخيصة من الفرح والخوف، ثم يصفقون أو يستهزئون وكأنهم في مسرح، ثم يغادرون معلنين أن المشرحة نجحت اليوم في إبهاجهم. وكانت مشرحة باريس تظهر بانتظام في المجلات وكتب السفر، والنظر إلى الموتى وانتهاك حرمة الموت نادرا ما كان ينظر إليه على أنه أمر غير أخلاقي. لكن كيف أصبح هذا المكان مزارا عاما؟ وهل كان هناك هدف آخر لإنشاء هذا المكان الأكثر رعبا في العالم؟ في الحقيقة بداية الأمر كان لغاية إنسانية، لأنه في باريس العصور الوسطى كانت هناك مشكلة حول ما يجب فعله بالجثث المجهولة الهوية التي يتم العثور عليها. وطبعا هذه الحالة لا تقتصر على باريس، فكل دول العالم يتم اكتشاف جثث مجهولة الهوية فيها من حين لآخر. وفي عهد الملك لويس ال14 تم إرساء عادة عرض هذه الجثث مجهولة الهوية على العامة في محاولة للتعرف على أصحابها. وفي عام 1718 تم تحوير أحد السجون الفرنسية، سجن شاتيلي، بإضافة مشرحة في القبو. وكانت هذه المشرحة لا تستخدم فقط لحفظ جثث الموتى مجهولي الهوية الذين يتم العثور عليهم في الشوارع أو الغرقى، بل أيضا لعرضهم على الناس على أمل أن يتعرف عليهم أحد. وفي الواقع كان معظم نزلاء المشرحة من الغرقى. في القرن ال19 أصبحت المشارح تابعة لنفس السلطات المسؤولة عن السجون، وهذه الأخيرة لم يكن لديها أي خبرة في كيفية حفظ الجثث. لذلك كانت الجثث في كثير من الأحيان تترك مكومة على الأرض وتتعرض للتعفن، بينما يتعرض الزوار الذين يحاولون التعرف عليها لأبخرة وروائح كريهة ضارة. بعد أن توسعت باريس في القرن ال19 وازداد عدد سكانها بسبب الهجرة، أدى ذلك بدوره إلى زيادة عدد الجثث مجهولة الهوية التي يعثر أحيانا ملقاة في الشوارع أو طافية على نهر السين. وفي عام 1804 أمر نابليون بونابرت ببناء مشرحة جديدة في موقع قريب من نهر السين، فالنهر كان في الواقع المصدر الرئيسي لتلك الجثث مجهولة الهوية. ولأن هذا المبنى الجديد كان أفضل من سابقه، فقد استقطب أيضا المزيد من الزوار المتفرجين، لكنه ظل يعاني من المشاكل، إذ لم يكن هناك مدخل خاص لإدخال الجثث بعيدا عن أنظار الزوار، وكان مزدحما دوما وتنقصه النظافة، حيث كانت هناك روائح كريهة وحشرات وجرذان. في عام 1853 بعد تولي البارون جورج هوسمان منصب حاكم باريس، قرر تطوير المدينة، ومن بين هذه التطويرات كانت خطة هدم المشرحة القديمة وبناء واحدة جديدة. وكانت المشرحة الجديدة تقع خلف كاتدرائية نوتردام. كان المبنى الجديد أفضل من سابقه وأكثر اتساعا، وتم تزويده بمرافق أكثر، بما في ذلك غرف خاصة للتشريح، وكان هناك موظفون وسجلات أكثر تنظيما، ومغسلة متطورة للجثث، وكذلك مدخل خلفي خاص لإدخال الجثث. وفي عام 1870 ميلاديا تم استخدام التصوير الفوتوغرافي لعرض الجثث بدلا من العرض المباشر. وفي عام 1880 ميلاديا تم إدخال تقنية التبريد إلى المشرحة. لكن زيارة المشرحة ظلت مرتبطة في ذهن الجمهور بالترفيه، وغذت الصحافة المحلية هذا الأمر، حيث قامت بنشر قصص الانتحار والقتل والمآسي الإنسانية، والتي كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشرحة. كانت زيارة المشرحة في ستينيات القرن ال19 مشهدا رائعا من الدراما اليومية،
وكانت الجثث المعروضة سبباً للاحتفال والتشويق، لدرجة أنه كان على الزوار الانتظار عدة ساعات حتى يتمكنوا من الدخول. بحسب الإحصاءات، كان هناك ما لا يقل عن 40,000 شخص يزور المشرحة باليوم الواحد في منتصف القرن ال19. كان الرجال والنساء والأطفال يأتون ويتزاحمون لمشاهدة الجثث. بالطبع، لم يكن جميع القادمون يبحثون عن المتعة أو الأدرينالين فقط. كان هناك أيضاً أولئك الذين فقدوا أحباءهم ويأملون في العثور على جثثهم في المشرحة. وكان هناك القتلة الذين يجوبون المشرحة بدافع القلق لرؤية فيما إذا كانت جثث ضحاياهم قد اكتشفت أو تم التعرف عليها. وكان هناك أيضاً طلبة الطب ورسامون. كان الهياج والتشويق والازدحام يزداد، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل والشخصيات المشهورة. مثلا، قام رجل بتمزيق عشيقته بالسكين وتقطيع جثتها ونقلها ورميها في نهر السين. وحظيت القضية بتغطية إعلامية واسعة النطاق، حيث توافق آلاف الزوار إلى المشرحة لمشاهدة الجثة والتكهن بظروف وفاتها. والطريف في الأمر أنه رغم توافد آلاف الزوار لرؤية جثة الضحية التي قطعها عشيقها، إلا أن أقل من 600 شخص حضروا عملية الإعدام العلنية للقاتل. وربما كانت فتاة السين مجهولة الهوية هي أشهر الجثث التي تم عرضها في المشرحة، وبقي ذكراها خالدة إلى يومنا هذا، حيث تم العثور على جثتها غارقة في نهر السين عام 1880، ولم تحمل جثتها أي جروح أو آثار للعنف، مما رجح فرضية موتها منتحرة. وأثناء مكوث الجثة في مشرحة المدينة، أثارت إعجاب الزوار المتفرجين بشدة بسبب الابتسامة على شفتيها وملامح الطمأنينة والرضا التي تعلو وجهها، حتى وكأنها فتاة نائمة بكل راحة وليست ميتة. ولقد افتتل أحد أطباء بجمال الفتاة إلى درجة أنه قرر صنع قناع موت لوجهها، وسرعان ما تحول هذا القناع إلى أيقونة للجمال علت وجوه الكثير من تماثيل ومجسمات الرخام والخشب التي طرزت بيوت الباريسيين وقصورهم. ولعل أعجب ما في هذا القناع وقصته هو بقاء صاحبته مجهولة الهوية حتى يومنا هذا. فرغم شهرته وانتشاره بين الناس في القرن ال19، إلا أن أحدا لم يستطع التعرف على الهوية الحقيقية لفتاة السين المجهولة، ولا السر الكامن وراء الابتسامة الغامضة التي علت وجهها لحظة موتها. على الرغم من رعب فكرة مشرحة باريس، إلا أنها كانت أكثر من مجرد مكان لعرض الجثث للزوار، فقد ساهمت أيضا في إدخال التكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي إلى الطب الشرعي، وإدخال التبريد والتركيز أكثر على التشريح وتطوير أساليب الشرطة في التحقيق الجنائي. لا بل أن كلمة مشرح الإنجليزية مورغ أصلها فرنسي، وقد لعبت المشرحة دورا حتى في الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمع الباريسي، حيث ورد ذكرها في العديد من الروايات والكتب. وفي عام 1907 تم أخيرا إيقاف عرض الجثث في المشرحة على الملأ بسبب المخاوف بشأن النظافة، وأيضا تنامي الاهتمام بالقضايا الأخلاقية، وكذلك لدخول المزيد من التقنيات العلمية إلى الطب الشرعي، مما يقلل الحاجة لعرض الجثث عن الملأ من أجل التعرف عليها. وبالتالي أعطى المشرحة طابعا أكثر احترافية كمكان لحفظ الجثث، بعيدا عن اختصاص التحقيقات الطبية والجنائية وكذلك الترفيه.